القادمين من حائل. ليش لا؟ وإن كان الأخدود سيطمع في 3 نقاط من أجل الوصول. تشامبيونز ليج ضاعت يا عثمان. لم يتوقعها عثمان باري، لم يتوقع الكرة الماضية. يتوغل حسين، أرسل تمريرة أبعدت عادت للارتداد. زيرا مهاجم العروبة أيضا ب14، وأولى جون ب13 هدف. صور بمعدل 2.5 هدف لكل مباراة، معدل رائع. الآن إلى حامد أو الحربي، مررها تصل إلى جهيم في الرواق الأيسر، مرة الجبلين مساحة حتى للارتداد، لا يترك لاعبي الجبلين مساحة للاعبي الأخدود. علينا أن ننتظر، وإن كان الجبلين كان هو المبادر والأفضل في ال10 دقائق الأولى في البداية المحلية وعلى مستوى الأجانب. برهان وعثمان باري، تعود الكرة إلى حسين، أرسل تمريرة ذكية لكنها غادرت إلى ركلة زاوية يشير إليها الحكم الرابع سليمان الشهري الآن، بينما البرتغالي ما زال ينتظر على الأقل لأن كان الأكثر. بندر قبل أن تصل إلى عثمان بوري، صليبة الآن كاكا، لكن هذه المرة يوسف آل زريع مررها إلى محمد منصور، قطعت بعد ذلك، اعترضها البرازيلي رينالدو دوترا، مرت إلى الذي لم يظهر كثيرا، مصلح في شوط المباراة الأول. ما الذي سيقدمه؟ أحد أهم هناك إلى الرواق الأيسر، العرضية، يا عيني، الله 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 على دفاعات عثمان باري. شاهد تمريرة كاكا، يوسف الزريع على مرونة، لف ودار برهان، ينتظر الآن برهان، أراد تمريرها إلى حسين الزبداني، الضغط ما زال إلى حسين الزبداني، المساحة إلى أمامه، حسين الله على عودة يوسف آل زريع في اللحظة الأخيرة. يوسف أبعدها في شوط المباراة الثانية كاكا، ويبحث عن المرتدات لأنه يعلم بأن الأخدود سيندفع. برهان حكيمي ينتظر، مرر كرة سهلة أبعدها بعد ذلك. سنة في الطائي كانت بداياته، فتح بعد ذلك إلى الفيحاء، يقع على أرضية الملعب. ليبعد الكرة الماضية